السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحم أمي وأبي وجميع أموات المسلمين، اللهم آمين. والنهاردة عندي حماية العزيز كتكوت. أهلا بيك يا كتكوت، عامل إيه؟ وحشنا والله. شو مش وحش، في واحد ثاني برضه حبيبي يا كتكوت حبيبي. والنهارده بقى ايه، جايبين حاجات معانا. هنعمل رز بلبن نفرح بيه بابا ونوزع على كل حبايبنا. ويلا بينا نشوف روتيننا النهارده اللي عند حماية العزيز كتكوت الصغنن الجميل اللي انتوا شايفينه ده. اكتبوا له تحت بقى في الكومنتات ربنا يديك الصحه وكل سنه وانت طيب ودايما منورنا. بس بقى قبل ما نقول يلا بينا نعمل ايه، الله 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 الله، اخيرا كتكوت بقى يعرف يقول حطوا لايك. حطوا لايك بقى يا جماعه، صفوا نيتكم. حطوا لايك كتير كتير عشان الفيديو يعلى ان شاء الله. وانا بعلى بيكم وانتوا عيلتي التانية، وحشتوني اجدع اخوات في الدنيا اللي منوريني دايما في قناتي. يلا بينا يلا بينا. طبعا جايبه شويه حاجات لزوم الرز بلبن والحاجات ديت، وجايبه كده جلابيه هنشوفها مع بعض برضو، هقيسها واوريها لكم. والمشكله عندي هنا ان انا مش معايا ستاند، بس يلا ما علينا، هنتعامل النهارده كله واحنا ماسكين الموبايل. بس يا رب الفيديو يعجبكم. يلا بينا. بصوا، هي دي الجلابيه اللي انا قلت لكم جبتها وانا ماشيه من ست كده جنب البيت عند حمايه. مش عارفه شكلها عامل ازاي. انا حبيت وسعها وكل حاجه، والاسوره من هنا بصوا فيها زي استك، بس اللي محبتوش الالوان، حاسه ان هي زيطه قوي ولا ايه. اهو بصوا من هنا في زي كورنيشه كده، بصوا هنا اهي، بصوا عامله ازاي. تتلبس بقى عليها البندانات السوري. بصوا، وخامتها حلوه قوي وطريه. تمام تمام. مش عارفه بقى، هشوف كده هاخدها ولا لا. اكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم. اهو دخلت بقى ايه، ده الاكل اللي احنا هنعمله، المكرونه والاكل. وده بقى ايه، هوريكم انا جبت ايه. احملوني بقى شويه. اهو جبت ده اللي هي الاطباق اللي انا هحط فيها الرز بلبن. تمام. وجبت هنا ايه، اكياس. تمام، منسيتش اي حاجه، والمعالق اللي هياكلوا بيها. وجبت برضو ايه هنا، تعال، جبت نشا، باكوين نشا، وجبت فانيليا. اهو يبقى انا جبت الاكياس والمعالق والاطباق ونشا وفانيليا. وده بقى هنا ايه، اهو اللبن، جايباه من عند واحد اسمه مشهور جنب البيت، هو مشهور قوي. هي بابا جاب، بابا جاب لي اهو الحله اللي انا هعمل فيها الرز بلبن. تسلم ايدك يا بابا. هغسلها بقى وابدا نعمل ايه الرز بلبن. عاملين فيها طبيخ، انا هغسلها حلو. ويلا انا هنا ايه بملى للمكرونه. انا غسلت اهو الرز هغسله جامد. انا غسلت يا دوبك ايه كوبايه الا ربع رز، يعني عشان الرز ما يبقاش كتير. كده كده الحبايه هتنفش. اغسله حلو قوي وارجع اقول لكم انا هعمل ايه تاني. يلا استنوا. انا هنا حطيت شويه ميه صغيرين وكوبايه الا ربع رز، غسلتهم وحطيتهم. هخليهم يغلوا جامد جدا لغايه ما الرز يكاد ان هو يكون اتهرى شويه. تمام. وبعد كده هضيف اللبن. عملت المرحله دي ليه وما خليتش الرزايه تغلي في اللبن، لان هو هيفضل يفور يفور والرزايه مش هتستوي. وتعالوا يلا نشوف. هنا برضو حاطه حله للمكرونه لان احنا هنعمل كمان الغداء بتاعنا النهارده. وهنا بقى ايه، نقيت القوطه الحمراء، نقفل كده جامد. بصوا انا هنا حطيت اهي الميه لسه هتغلي، وهنا البصلايه هقطعها لان انا بحب اعمل المكرونه بصلصه، بتعمل لها زي تسبيكه.
بس البصلايه مش بتتحرق قوي، بنخليها لونها ذهبي وبعد كده بنحط عليها شفشق الطماطم. يلا بينا مرحله بمرحله، وشجعوني وحطوا لايك للفيديو، ويلا عيشوا معايا اليوم عند حماية. ده الرده اللي هعمل فيها الكبده، ودي الطحينه اللي انا هعملها، ودي المكرونه اللي انا هحطها، والميه هنا اهي معانا غليت. هنا كده احمرت شويه، نقوم حاطين عليها شفشق الطماطم بالشكل ده، ونسيبها بقى تتسبك. هنحط الملح والفلفل والكمون بس كده. وهنا اهي المكرونه اهي اتحطت. المكرونه برضو انا مش بسلقها كتير، يعني هي غلوتين كده بس تغير لونها، وبعد كده هصفيها عشان ما تتهريش يعني وتعجن في بعضيها، انتوا فاهمين. هنا بقى هنحط بس شويه ملح. على فكره من احلى الفيديوهات على قلبي اللي انا مش بعمل لها دوبلاج ولا بمنتجها، بس كده. وهنسيبها لغايه ما تتسبك. وهنا المكرونه نخلي بالنا ما تتهريش وتعجن مننا، هي يا دوبك غلوتين وهنطفي عليها ونصفيها. هنا بقى الدقه اللي انا بحطها او التتبيله اللي انا بحطها على الكبده اللي هي برده، بحط توم وبحط ملح وبحط فلفل اسود وبحط لو في 7 بهارات كمان، ولو في كزبره بحط. تمام. بندقها ناعم جدا جدا، وبعد كده بنحطها على الكبده اللي هي الكبده برده، بنتبلها تتبيله حلوه عشان طعمها يطلع حلو. بقى ندقها مع بعض. اوقف الفيديو ثواني اهرسها جامد وارجع لكم تاني. لو وصلتوا للحته دي متنسوش تحطوا لاختكم احلى لايك منكم. انا هنا كده نعمته جدا جدا اهو بالشكل ده. انا عايزاه يوصل للشكل ده، ان هو ما يبانش في الكبده وانا بتبلها يعني وكده. تمام. تعالوا هنا برضو نشوف الرز اهو بقى حلو جدا جدا اهو استوى. انا عايزه الرزايه تبقى كده نفشت اهي واستوت. يلا بقى نحط عليها ال4 كيلو لبن. وطبعا ابني ماسك لي اهو الموبايل، لقيته اصطادته عشان يمسك لي الموبايل. هنبدا بقى نفضي ال4 كيلو لبن. خلوا بالكم نمصمص الاكياس، ولو وصلتوا للحته دي حطوا لايك. انا طول الوقت هفكركم ان كنتوا تحطوا لايك. ايوه وسع كده الكادر عشان يشوفوا اهو الكيلو الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله بألف هنا على اللي يدوق طبق الرز بلبن ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. اهو كده. نبدأ بقى نقعد نقلب اخليه بس ياخد غليتين، وبعد كده ايه احط له السكر بتاعه. اوكي تمام. على فكرة ده اسهل واسرع رز لبن هتعملوه في حياتكم. اعملوه بالطريقة دي وادعوا. تعالوا هنا بقى انا فضيت كيس الطحينة اهو، وده فص الثوم اللي انا هفرمه واعمله سلطة الطحينة. محبش انا الطحينة الثوم كتير في قلب الطحينة. وهنا بقى ده الثوم اللي انا ضربته جامد. سوري اهو ده اللي انا ضربته جامد. طب اتفك كده ازاي معايا؟ حطيت معلقه طحينه على معلقه ميه صغننه خالص عشان تفك كده وتدخل ما بين الكبده بتاعتنا. يلا تعالوا نتبل الكبده. هنا اهي الكبده بتاعتنا. طبعا الكبده ما بتتغسلش، دي معروفه. تمام اهي. وبنقوم منزلين عليها الخلطه بتاعتها كده اهي، وهنقلبها وارجع لكم تاني اهي كده بالشكل ده. بصوا بقى نستخدم ايدينا لان المعلقه مش هتنفع. هنقلبها حلو جدا جدا ونسيبها شويه في التتبيله، وبعد كده هنعمل هنحط الرده وهنعملها برده. دي احلى طريقه. عايزه اقول لكم ان هي ما فيش ريحه زفاره ولا اي حاجه، اما لو حاولتوا تغسلوها بميه هتشموا ريحه زفاره. ولو لقينا عروق دم زي اللي احنا شايفينها دي محدش يقرف، يقوم شايلها كده. تمام. وهنا بقى هحط شويه جوزة الهند او جوزة الهند مفرومه ناعم، هتدي ريحه وطعم حلو قوي للرز بلبن اهو. يعني انا جايبه حبه ب5 جنيه مش كتير، يعني نحطهم حلوين قوي للكميه دي. نفضل بقى نقلب. استنى امسك بايدي التانية
نفضل نقلب 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 كده الرز بتاعنا ونسمي. طول ما احنا واقفين بنقلب نسمي ونحط لايك، ما ننساش نحط لايك. اهو كده لسه بقى الرزايه تنفش وتكبر. وبعد كده هحط بقى النشا وهتقلها بقى بالنشا، واحط الفانيليا اخر حاجه عشان تبقى ريحتها حلوه. بس كده. وهنا بقى بنكمل. انا دقيت الطمايه وحطيت عليها شويه خل، دول الملح هنزلهم. وهنقعد بقى نقلبها بايه بقى. التركايه المهمه هنا ان احنا نقلب الطحينه بميه سخنه، عشان خاطر كل ما بتدلقي عليها ميه سخنه تزيد وتنفش. اوكي، وهو ده سر برضو بتاع المحلات. يلا بينا. انا هنا هدلق عليها ميه سخنه بقى زي ما قلت لكم، وهنقلب لغايه ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. كمان هنضيف لها شويه كمون صغيره. اوكي نقلب نقلب. بصوا هتزيد معانا وهتتقل معانا دلوقتي. كل ما هنقلب هتزيد معانا وتتقل. نحط عليها رشه كمون كده مع بعض. لسه ما فضيتش، جبت كمون بس لسه ما فضيتهوش. اوكي كده حلو. نفضل نقلب بقى. بصوا قوامها بيتقل ازاي وبيفتح. نحط عليها برضو نقطة خل، يعني نقطة خل كده صغننة ونقلب الخل. بصوا لو تلاحظوا بيفتحها اهو. بصوا تقلت ازاي. نحط بقى شوية المية اللي في الاخر دول، حبة حبة يعني عشان ما تخفش منكم ويكون ما عندكمش طحينة. ويحطوا مية مغلية على الطحينة، هتلاقوها نفشت كده وبقت جميلة وتقلت معاكم. بس كده زي الفل. وقوامها اتظبط معايا. بس نقلب عشان في طحينة مكلكعة. وهنا بقى الكبدة قعدت معانا شوية. هننزل الردة بتاعتنا كده. هننزل حبة، لو عوزنا ننزل تاني، يعني ما ننزلش الردة كلها عشان اي ردة هتتعمل بيها الكبدة هتترمي. تمام، خلينا متفقين. اي رده ما بينفعش انك انت تحطيها تاني في التلاجة. خلاص، هو استعمال الرده عقبال ما بتتبليها وبعد كده بتترمي. يلا بينا يلا بينا. يا رب ما تزهقوا بس مني. هنتبل بقى. مش هينفع بقى لازم استخدم ايدي الاتنين. اوكي، هي بصوا تتبيله الرده مش لازم نقعد نبططها زي البفتيك او زي البانيه والكلام ده كله، بس نتاكد ان هي اتفتحت كده، لان هي رفيعه جدا فبتقفل على بعضها تاني. نتاكد ان احنا فتحنا فتحنا قطعه الكبده كلها من اطرافها. بس كده. هعمل الكميه كلها وارجع لكم. يلا هنا بقى هنبدا بقى نقلي. ايوه الزيت، ايوه تمام وسخن. نبدأ ننزل الكبدة برده بتاعتنا. وخدوا بالكم الكبدة برده لونها ما يبقاش محروق، يعني هي يا دوبك ما بتاخدش كتير على البوتاجاز. نخلي بالنا الحتة الكبيرة اللي انتوا شايفينها دي هتكش، تقلقوش. انا مش عايزاكم تقلقوا من حاجة. تمام، في هنا مكان. هي دلوقتي هتكش على بعضها والدنيا هتبقى واسعة وزي الفل. ما نقلبهاش الا لما تاخد لون. وفي الوقت ده بقى هنا طبعا الكبده اهي بتتعمل، مالناش دعوه بيها. خليها مع نفسها. هننزل السكر بتاعنا بقى كده، يعني مثلا كميه 4 كيلو هننزل مثلا نص كيس سكر ونقلب وندوق وارجع لكم تاني. بقى هو ده اللون اللي انا عايزاكم تطلعوا الكبده اهو. اللون ده مش عايزاكم يا بنات تحرقوه. خدوا بالكم الكبده لو اتحرقت طعمها خلاص بيروح. هي يا دوبك بتغير لونها وبتقلبوها على الناحيه التانيه. يلا نحط تاني. يلا بسم الله اهو. والحته كبيره نسيبها كبيره، هي كده كده بتكش يعني، ما نقطعش حاجه اهي. بصوا نحطها كده عادي، ما تخافوش. حتى لو اتحطت واحده فوق واحده هي كده كده زي ما انا قلت لكم بتكش. بس نزق كده شويه وكده شويه، ما نحركهاش بقى من مكانها خالص الا لما تغير لونها. وادي شكلها وريحتها وطعمها تحفه وجنان. هنا بقى تعالوا نقلب السكر بتاعها اتظبط وزي الفل. تعالوا بقى مرحله النشا
اهو. وحتى الرزايه اتهرت، يعني احنا مش عايزين الرزايه تقطم معانا خالص في الرز بلبن. وهنا الكبده خليها. يلا تعالوا نحط نشوف هنحط قد ايه. هنحتاج الباكوين ولا باكو واحد بس نشا. انا هنا كده فضيت بس كيس واحد، وهنحط شويه ميه وهنقلبه بقى كله لغايه ما النشا دي تدوب خالص عشان ما تكلكعش معانا. نقلب كله اهو. نقلب كله حتى الحروف دي اهو. تعالوا بقى نحط بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما تقلتش معانا هنحط الكيس التاني، هنقلب ونشوف. وتعالوا بقى ايه، هنحط الكيس التاني النشا عشان هو لسه ممسكش. يلا تعالوا نقلب كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. الدنيا هتعمل ايه معانا ان شاء الله خير. سمي كده بالله وبالراحه كده، وهيتقل معانا واحده واحده اهو. بدأ يتقل يا بنات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما لقيتش عند الراجل السايب، لان انا بحب النشا السايبه، بحسها ان احسن من اللي هي الاكياس دي. معلش الدخان بقى بيطلع بقى. بصوا تقل الحمد لله، مش هيحتاج تاني، لان انا العيال بيعذبوني عقبال ما يجيبوا لي النشا، وانا مش عايزه احط نشا من التلاجة يكون كارف ريحه حاجه. فالحمد لله. هنحط الفانيليا بقى ايه دلوقتي. هو كده لسه شويه، عايز يتقل كمان شويه. مع الغليان هيتقل. انا هنا كده خلاص، هي كده تقلت خلاص وبقت زي الفل اهي. بصوا معانا، هو القوام بتاعها ده هو ده احلى قوام للرز بلبن. بصوا جمالها بقى، لو شفتوا جمالها هتحتاروا ولو دقتوا طعمها هتحتاروا برضه. يلا هنحط الفانيليا دلوقتي. ودلوقتي بقى هنحط اخر خطوه وهي الفانيليا. طبعا انا حطيت كام 6 اكياس فانيليا، لان الفانيليا دي ما بيبقاش فيها ايه نفس. اوكي، حاسه ان الاكياس هتقع بس كده. يلا نقلب. بودي حبيبي هو اللي هيوزع على الناس طبعا، صح يا بودة؟ واخد 10 جنيه رشوه. وريهم ال10 جنيه، وريهم ال10 جنيه الرشوه. ده غير طبعا اللي بياخدوا يا جماعه، دي مش اول رشوه بديها له. يا لهوي على العيال المرتشيه. طبعا ما حدش يقول لي في الفيديو غلط انت بتعلمي الاولاد على كده، لا ده هو ده بالحب. يعني انا ممكن اديله بالجزمه وبرده هيوزع عادي خالص يعني. بصوا الجمال. بألف هنا وشفا على اللي ياكل رز بلبن. ندر ام حياه. وادعوا لنا بقى دعوه حلوه كده، ربنا يا رب يخلي لي جوزي واولادي. تعالوا بقى نسيبه لما يبرد خالص عشان نعبيه في الاطباق البلاستيك. تمام. انا كده قفلت كده ايه خلاص عليه، قفلت عليه وريحته جميله وزي الفل. نسيبه بس ايه يهدى شويه، وبعد كده هعبيه واخلي بودي حبيب قلبي يوزعه. اهو هنا كده خلصنا الحمد لله كميه الكبده بتاعتنا، وخلصنا المكرونه بتاعتنا، والطحينه اهي بتاعتنا، وكل حاجه بتاعتنا متنسوش بقى لو وصلتوا للحته دي تحطوا لايك. هغرف وارجع لكم تاني. طيب اهو خلاص اهو غرفت. يلا هحط كل خلاص يا بودي كحتك ظهرت. هنحط على كل طبق حته كبده، وده كان غداء النهارده. يا رب يكون عجبكم. بألف هنا وشفا. بعد بقى ما هنتغدى هقوم بقى طبعا ايه هرتب الكوبايات كده على ترابيزه المطبخ دي كلها، واقوم معبيه الرز بلبن. وادي ضريبه اللي انا عملته دي. كل المواعين طبعا هقف اغسلها. طبعا مش هقف اغسلها معاكم لاني معيش الستاند، بس بالله عليكم الفيديو ده انا تعبت فيه جدا، فشجعوني باللايك. يلا بقى هروح اتغدى وارجع ارص الرز بلبن واصبه. يلا بقى بعد الاكل خلصت وقلت ايه نصب بقى الرز بلبن بسرعه. ويا ريت تصبوه دافي، بلاش نصبه بعد ما يبرد عشان ما يعني ما يكلكعش معانا. تمام. هرص بقى كل العلب على ترابيزه المطبخ وارجع لكم تاني.
اهو بالشكل ده رصصت كل العلب، ولسه في علب تاني وهجيب الحله احطها هنا. بصوا بقى احلى بقى ايه، انا مش هاكل من الاطباق، بس انا هعمل حركه هوريها لكم لو حبيتوا تعملوا زيي. انا ده نايبي هاخده كده، هلم كل الطبقه اللي هي فوق الوش دي كده اهي كده، واقوم عاملاها كده واقوم حطاها في طبق بقى. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. بس كده، وبعد كده نقلبه تقليبه حلوه، ويلا بينا نحط في كل طبق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. اهو هي كل واحده هتاخد كبشه حلوه قوي وزي الفل اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، وفي كل واحده هنقلب تقليبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. معلش بقى بعمل بايد وبصور بايد وبحط بالايد التانية، فربنا يستر بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. احط في دي كمان اهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل الكميه كلها بقى عشان ما لغوصش الدنيا وارجع لكم. اهو عملت الرز بلبن ندر ام حياه اهو اهو اهو. احلى رز بلبن هتدوقوه في حياتكم بجد، يعني حلو جدا جدا جدا. طبعا الحاجات الزيادات دي همسحها كلها بالمناديل. بصوا بألف هنا وشفا على اللي ياكل، ويا ريت دعوه حلوه كده من قلوبكم لام حياه وجوزها واولادها. طبعا انا عايزه اوريكم منظر المطبخ. طبعا ده الاكل بعد ما اكلنا، ودي المواعين اللي انا هقف اغسلها كلها. ربنا يقويني يا رب ربنا يقويني يا رب على غسيل المواعين دي كلها، والله يا زمن. بس كده فيديو النهارده خلص، يا رب يعجبكم يا رب، او يا رب يكون عجبكم. هو الفيديو حاجه كده خفيفه ولذيذه، وحبيت ان انا اشارككم معايا انا لما رحت عند حماية عملت ايه. اوكي تمام. تنسونيش في اخر الفيديو دعوه حلوه منكم، تعليقاتكم اللي دايما بتشجع ام حياه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.